عدو عدوي صديقي سنة 1907 وتحديدا يوم 24 نوفمبر ولدت الفنانة والراقصة والجاسوسة حكمة فهمي في مدينة دمياط. بدايتها كانت ممثلة في فرقة علي الكسار، وبعد كده أصبحت راقصة في فرقة بديعة مصابني، وبقى ليها شهرة ولقبوها بسلطانة الغرام. وزي ما احنا عارفين إن الوقت ده في مصر كان فيه الاحتلال البريطاني، وطبعا كان ليها علاقات قوية بضباط القوات البريطانية بحكم يعني ترددهم في الملهى الليلي اللي كانت شغالة فيه. وبسبب ظروف الحرب قررت حكمة فهمي إنها تسيب مصر وتسافر للنمسا. وفي مرة وهي بترقص شافها رئيس المخابرات الألمانية، فرشحها إنها ترقص لعمك هتلر، وأمر بتجنيدها لصالح الألمان. طبعا في الوقت ده هم كلهم كانوا عارفين شعبيتها عند الضباط الإنجليز في مصر. خليني أقول لك إن حكمة فهمي كانت في غاية الجمال، وخليك عارف إن هي دي معايير الجمال في وقتها. الكل كان بيتمنى انه يقعد مع سلطانة الغرام، قادة الجيوش كانوا بيتمنوا الرضا منها. تجنيد حكمة فهمي جه من خلال الضابط الألماني إبلر اللي قدم نفسه ليها في النمسا على أساس إن هو طالب مصري واسمه حسين جعفر، وقدر يخليها تحبه، وبعد كده اختفى من حياتها. والحرب وصلت للنمسا والألمان دخلوا، وقررت حكمة إنها ترجع تاني لمصر. اشتغلت في ملهى ليلي اسمه الكيت كات. في الوقت ده نجح إبلر وصديقه انهم يخشوا مصر وهم متنكرين في زي جنود بريطانيين، وقدر انه يرجع تاني يتواصل مع حكمة. وبعد مقابلات كتير قدر إبلر انه يفهم من حكمة انها ما بتطقش الانجليز. علشان تكون عارف ومركز معايا، في الوقت ده ما كانش في حد من المصريين طايق الانجليز. احتلال عدى 70 سنة. في الوقت ده قرر إبلر انه يصرحها بحقيقته، وانه جاسوس ألماني جاي مصر في مهمة هي التجسس على القوات البريطانية. وفي وقتها القوات الألمانية كانت على أعتاب مدينة العلمين. في الوقت ده سلطانة الغرام أو حكمة فهمي أجرت عوامة لإبلر جنب عوامتها، ومنها كان بيتواصل مع رومل ثعلب الصحراء على جهاز لاسلكي. وفجأة إبلر لاحظ إن المخابرات الألمانية ما بتردش عليه، فطلب من حكمة إنها تشوف شخص تكون بتثق فيه علشان يصلح الجهاز ويقدر يكمل مهمته في مصر. حكمة لجأت في الوقت ده لحسن عزت، وصديقه في وقتها كان الضابط أنور السادات. وفي الحقيقة أنور السادات أول ما عرف مهمة الجاسوس الألماني وافق إنه يصلح الجهاز. ما أنا بقول لك عدو عدوي صديقي. وفعلا أنور السادات خد الجهاز وراح لبيته في كوبري القبة، واستمر إبلر في نشاطه لجمع المعلومات من داخل النوادي الليلية اللي بيسهر فيها الضباط والجنود الإنجليز، بمساعدة حكمة طبعا سلطانة الغرام اللي قدرت تجيب له معلومات مهمة جدا عن القوات البريطانية في مدينة العلمين، عدد القوات، نقط التمركز. وعلشان الخيانة ما بتجيش غير من أقرب الناس ليك اللي هم من دمك، إيفيت أخت إبلر كانت بتشتغل لصالح الوكالة اليهودية في مصر. والوكالة اليهودية دي احنا ممكن نعمل عنها حلقة لوحدها في الفترة اللي جاية. إيفيت أخت إبلر كانت بتشتغل راقصة، وفي يوم قالت له أنا تعبانة وهبات عندك في العوامة. إبلر قال لها أختي حبيبتي ده بيتك تنوري في أي وقت، وادى الأمان ونسي التعليمات. ودي أخطر حاجة في أجهزة المخابرات، إنك تنسى التعليمات دي في حد ذاتها كارثة. نسى نفسه وقعد يتكلم مع صاحبه على جهاز الإرسال والمعلومات المهمة اللي حكمة عرفت تجيبها له. وأخته اللي من دمه قاعدة وسمع كل حاجة، عرفت حقيقة شخصيته، عرفت إنه جاسوس ألماني، فراحت وبلغت عنه، بلغت عن أخوها اللي من دمها لصالح الوكالة اليهودية. خيانة الحقيقة مش مفهومة. وطبعا اليهود موقفهم كان معروف، هتلر كان مظبطهم في المحرقة، كلهم كانوا بيكرهوا ألمانيا النازية. وراحوا بلغوا المخابرات البريطانية عن ان في 2 جواسيس بيتجسسوا لصالح ألمانيا في مصر، وهم فعلا كانوا بيدوروا على جاسوس ألماني موجود في مصر ومش عارفين طريقه. ومن هنا تم إلقاء القبض عليهم، إبلر وصديقه وحكمة فهمي وأنور السادات
وحسن عزت، كلهم اتجمعوا في سجن واحد. تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في مصر طلب انه يشوف الجواسيس الالمان ووعدهم انه مش هيحكم عليهم بالاعدام، بس كل حاجه وليها تمن، والتمن كان الشفرة اللي بيستخدموها الألمان اللي كانت محيرة دول الحلفاء، اللي كانت مخلية هتلر يدوس على الكل، محدش قادر يقف قدامه. وقدرت القوات البريطانية في خداع رومل ثعلب الصحراء واتهزم في مدينة العالمين. هبلر وصديقه رجعوا ألمانيا بعد ما سلموا مفتاح الشفرة لدول الحلفاء، وأنور السادات تم إعفائه من الخدمة العسكرية، وحكمت خرجت من السجن بعد ما دفعت رشوة 200 جنيه. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتسيب لنا كومنت علشان دايما دعمكم هو اللي بيخلينا نقدم حكايات. حكاوي مع توني منير، سلام. وخلف الستار يظل رجال المخابرات العامة المصرية يرقبون المشهد. إنهم لا يغيبون عن أوطانهم ولا ينامون عنها طرفة عين. هم عيوننا الساهرة عبر الزمن، يحققون دائما معنى كلمة وطن.